إذن أبو طالب واحدة من سماته شدة تقيته. فد واحد من الناس قال له علي: أنت أمير المؤمنين وأبوك في النار. قال: ويلك، علي قسيم الجنة والنار وأبوه في النار. علي، فوالله لو وزن إيمان أبي طالب بإيمان الناس كلهم لرجح إيمان أبي طالب. اللهم شوف لشدة تقيته في مثل يوم غد اجتمعت الطائفتين المسلمون والمشركون ليحملوا جنازة أبي طالب. المشركين قالوا أبو طالب منا، والمسلمون كانوا يقولون أبو طالب منا. ولكن سمعت عن بعض العلماء كلما أجهد المشركون أن يحملوا جنازته ما قدروا فتنحوا عنه. من ذا الذي حمل جنازته؟ المسلمون. رفعوا جنازته وشيعوه ودفن في مقبرة، هذه المقبرة الموجودة الآن. إن شاء الله تروحون إلى مكة وتزورون أبو طالب وخديجة. أبو طالب وخديجة. أقول يا أبا طالب يا مولاي، اليوم حتى المشركين، غدا حتى المشركين شاركوا في التشييع ورفع الجنازة، ولكن ليت هؤلاء كانوا في كربلاء والحسين ملقا ثلاثا بلا غسل ولا كفن عاريا مجردا. هذه زوجة مسلم بن عوسجة أعطت كفنا لغلامها، قالت: اذهب وكفن مولاك مسلما. رجع الغلام، قالت: هل كفنته؟ قال: كلا. قالت: ولم؟ قال: كيف أكفن مسلما ورأيت الحسين عاريا، ورأيت الحسين مولاه عاريا ملقا على الرمضاء. فأتت إليه زينب فرأته مكبوبا على وجهه. يا خويا يا بويا علي اللي الهود، وانا حرمة وغريبة ومالي احد. بمن يا بويا القلب يضمد بالحسين، هل عندي مداد؟ رحم الله من نادى وحسين.